ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلنا دايما بخير. زي ما انتوا شفتوا كده في اول فيديو، النسخه اللي بتفتح معطل. تمام، النسخه دي مش تبعي، النسخه دي كان واحد بعتها لي وقال لي بتاعت خالد اندرويد ومش عارف ايه، وقال لي عدلها وخليها باللون الاحمر. تمام، فانا عدلتها وخليتها باللون الاحمر، خليت في حاجات فيها لسه بالاخضر اللي هي دي بس، وحاجتين كمان. العموم تعالى كده نخش على الشات. النسخه المرة اللي جامده يعني. حبيت ان انا انزلها على اليوتيوب، مش لازم تكون نسخة تابعة وكده. اول فيديو عندك هنا، تاني فيديو، تالت فيديو، عندك الصورة الأساسية. تمام، تخش كده على علامة التسرية دي. تمام، اضغط عليها. عندك المميزات، الإضافات، الويفيسي، المدرسات. اطلع فوق، اطلع فوق ديت بتحرق النسخة، فبلاش تطلع فوق، خليك تحت أحسن. العموم تاني قلبي دوت كده، بتخش على الملصقات دي كده، الايمو، وبعد كده على الافاتار، وهنا على الملصقات. لو عايز تنشئ ملصقات بتضغط على العلامة دي كده، وبتخش تجيب اي صورة وتكتب عليها زي ما انت عايز. تمام تمام. عندك هنا بقى يا سيدي التاسك بتاع الفيروس هنا فوق كده. لو عايز تدمي الفيروس زي ما انت عايز بتدمي، وشغالة معاك بسم الله ما شاء الله يعني، مش بتهنج ولا حاجة يعني، شغالة والله مية مية، مش بتهنج. هي بتبعت على اخرها اهيت. الفيروس تقيل بس شوية، لكن النسخة مش بتأثر فيه. تمام، هنرجع واحدة كده وبعدها نخش لها. ثواني، النسخة أصلا مش بتأثر فيها عشان بس الفيروس تقيل وكده. نخش على الشات اهو. النسخة مش بتأثر فيها بس، لكن الفيروس تقيل، مش فيروس تعبان. تمام، نطلع واحدة بقى كده. عندك التحركات الثري دي بقى شغالة ومية مية. تمام، عندك بقى نضغط على علامة الزايد، وبعد كده على الترس اللي تحت، وبعد كده ايه على البرايفيس. هنخش على البرايفيس على طول. عندك هنا قسم جميع الإضافات الطرش. تمام، هنخش على أول واحدة. عندك قسم الحمام، قسم الحمام التهنيج. عندك عدم التهنيج من الواجهة، عندك عدم التهنيج من الصور، عدم التهنيج من اللوكيشن، عدم التهنيج من الكتالوج، عدم التهنيج من الكونكتات، زيادة صورة الشحن، عدم التهنيج من جي اف. تمام، عندك زيادة صورة الشحن، ده فيك، ده خاصية فيك. تمام تمام. عندك تجاوز قفل الحالة، هي مكتوبة غلط بس تجاوز اللي هو العدد يعني، الثواني وكده او الدقايق. تمام، عندك رسائل اعلى دردشة متعددة. ماشي، عندك رسائل الحصان السريع. عندك هنا كسر الفرز الطويل. عندك هنا عدم استلام صور. عندك عدم تلقي رسائل. عندك إلغاء اتصال واحد. عندك إلغاء اتصالات متعددة. عدم التهنيج من قطع النت. عدم التهنيج من الصور. التحديد ضد التحطم. تمام، عدم التهنيج من الشات. عدم التهنيج من الواجهة. تمام تمام، دي تاني حاجة. نرجع تاني للنسخة بتاعتنا. عندك هنا قسم المميزات والجمدان، تفعيل الخلفية في الفيديو لو انت عايز تلغيها ولا كده، ده بتلغيها. تمام تمام. عندك إخفاء إضافات الواجهة. عندك تغيير رقمك لو عايز تخليه خمسات أو ستات كده، غيره براحتك. عندك تغيير النص في الشات اللي هو اسمي، اللي هو الاسم دوت كده، تغيير نص في الشات خلاص. يعني نخليه مثلا، نخليه سالم بس، خليه زي ما هو كده. عندك إظهار رسائل محولة، اكتب كأنك بتسجل. ده بص يا سيدي دوت، لما تيجي أنا شرحتلك في النسخة اللي فاتت، اللي هو تيجي تكتب يظهر له اللي هو بيسجل وكده. تمام، عندك احرق أي نسخة بمكالمة. عندك راش كول. عندك حد رسالة تلقائيا، يسحب أي جروب بتكة. ده الخاصية ديت خلاص راحت عليها. عندك هنا عكس رسائل هذا الأرقام شغالة. تمام، عندك رسالة الصورة بدقة عالية كاملة موجودة. ماشي، عندك ضعف رسائل اكس 25. عندك تفكيك عدد الرسائل. عندك التاريخ والوقت في الرسالة، الارتباط المتشبه به. عندك إزالة حد الأعرف من التيم، تسجل بيك وانت في مكالمة. عندك تعليق الشتات لو انت عايز تعلق كذا شات مش 3 بس. عندك تعديل عرض الأرقام. عندك تنظيم ذاكرة التخزين المؤقت اللي هو سحب البيانات الكتيرة دي. تمام، عندك هنا البوت لو انت عايز تفعل البوت بتفعله، بس هو البوت اصلا مش شغال في قلب النسخة. تمام تمام، مش عارف لعبه فيه كده. عندك هنا قسم ممنوعات الترشح. عندك لما يتم حذف الرسائل. عندك اخفاء الارقام غير المحفوظة. عندك استعادة الرسائل المزيفة. عندك حالة العرض زائفة. عندك حركة على جهاز الاتصال. عندك الرسوم المتحركة في المواقع.
لن يلغي رسائل محددة بعد إعادتها. يعني في رسائل محددة وانت عايز تلغيها متتلغيش. تمام. عندك رصيد رقمك عشان ما تحذرش لم يتم مسح النص الذي تم إدخاله. عندك هنا فعله عشان ما تحذرش، فعلته وما فعلتوش مش هتحذر. تمام. هتحذر يعني، ده اللي انا اقصده. عندك هنا التواصل مع المطور قناتي. ثواني نفتح النت كده. عندك هنا قناة يوتيوب. عندك فيه مشكلة والله انا مش عارف احللكم المشاكل ليه. هي مشكلة سهلة يعني. هنخش على البريفوسي تاني، هنخش على قسم التواصل، نخش قناة التيلي كده، هو يخش معانا كويس. يبقى فيه مشكلة. القناة دي لسه جديدة يا جماعة، فكله يخش يشترك فيها. تمام. ينضم فيها يعني. نرجع واحدة بقى كده. عندك هنا تفريق وقت الريكورد، لو انت عايز تفريق خمسات فيجوا زي ما انت عايز. عندك هنا قسم تنظيف الرسام. عندك هنا لو انت اندرويد 10 تضغط على اندرويد 10 وتمسح المخلفات. لو انت اندرويد 11 تمسح المخلفات برضه. تمام. تمام. كده خلصنا كل حاجة يا جماعة. خلصنا الشرح بتاع الدردشات، قصدي الحماية الخصوصية يعني. عندك هنا الواجهة، البعد العلوي والكلام ده كله. عندك هنا السمات، عندك هنا الإعدادات، عندك هنا الشات. تمام. عندك هنا الألوان، الخلفية والكلام ده. عندك التحديثات، النسخة مش طالبة معاك تحديث. تمام. عندك هنا البايو اللي هو الأباوت أصلا، ده واتساب بلس الإصدار 2.24.74. لا، الإصدار بتاع النسخة دي مش كده، لأن البايو ده تبعنا، فمش الإصدار ده. هوريك الإصدار بتاع النسخة. التحديث في شهر 9 2024، يعني في شهر 9 2024، يعني يوم 1/9 التحديث بتاع النسخة. تمام. تمام. نرجع تاني كده. عندك هنا برضو الاباوت نفس الكلام. عندك هنا التليجرام، عندك هنا قناة اليوتيوب، وعندك هنا لينك شاتي لو انت عايز ايه. نخش على لينك شاتي كده، استخدام وسائل الاعمال، وهيدخلك على اخويا سائل مسجله كده. عندك هنا تويتر. تويتر ده بيدخلك على قناة التليجرام، فانا لخبطت الدنيا. والتليجرام قناة اليوتيوب. تمام. تمام. انت بقى ايه بقى، ادخل وخلاص. نرجع واحدة كده بقى. كده كل حاجة اتشرحت. قناتي برضو بيدخلك على قناتي. تمام. عندك هنا بقى الكراش دوت بيحرق النسخة. تخش كده يحرقلك النسخة، فانت تريح دماغك وعيش تخش عليها النسخة. والله الصلاة على النبي يعني. وفيها فيديوهات في الشاشة برضو اهوت. تمام. النسخة والله جامدة، مش هتهنج معاك وكده. تمام. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.